اهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات حياه مهاجر بامريكا. امريكا راح على فين؟ محدش عارف. جوده الحياه في امريكا راح على فين؟ محدش عارف. تعالوا نتفرج على التقرير ده ونرجع نتكلم تاني. اهلا بيكم مره تانيه. نبدا من الاول، نبدا من 2023، نهايه 2023 الحقيقه، عندما شعر حاكم ولايه تكساس ان ولايته بيتم غزوها من قبل المهاجرين غير الشرعيين. بدأ يحط زي سياج كده او اسلاك شائكة، مش شائكة يعني زي اللي احنا بنشوفها عادية، لكن قالوا عليها ريزر يعني قاطعة، يعني اللي هي ممكن زي الموس يعني. فبدأ يحط على الحدود بتاعته بينه وبين المكسيك الاسلاك ديت. الكلام ده ما عجبش امريكا او الحكومة الامريكية في واشنطن، وبدأت ترفع دعوة امام القضاء. ومؤخرا حكمت السوبريم كورت بأن يتم إزالة الأسلاك الشائكة من قبل الفيدز اللي هم الحكومة الفيدرالية. راحوا عشان ينفذوا أمر المحكمة. بدأ يتصدى ليهم حاكم ولاية تكساس ومنحهم، لغاية اللحظة ديت مش راضي إن هو يخليهم يشيلوا الأسلاك الشائكة. النقطة المهمة في الموضوع أن المحكمة أمرت بإزالة الأسلاك الشائكة، ولكن لم تؤمر أو لم تعطي رأيها في إقامة أسلاك شائكة جديدة في الولاية، ودي نقطة برضو مهمة الحقيقة. يعني لغاية كده دي الكلاش اللي حصل اليومين دول واللي مالي السوشيال ميديا في أمريكا. مفيش نشرة أخبار ما تتكلمش عن الموضوع دوت، ولكن الحقيقة اللي خلاني أتكلم في الموضوع دوت النهاردة إن في نيويورك في التايم سكوير حصلت حاجة تقريبا ليل ونهار بيتكلموا عليها. صدمة للمجتمع الأمريكي، صدمة للقرارات الخاطئة من الإدارة الأمريكية، إن مجموعة من اللاجئين غير الشرعيين قاموا بالهجوم على ضباط بوليس. وهتشوفوا الصور، هسيب لكم الصور تتفرجوا عليها. لدرجة إن بعض المهاجرين الغير الشرعيين بدأ يركل ضابط البوليس في ظهره بصورة مأساوية. الأولاد دول أعمارهم بتبدأ من 19 سنة تقريبا ل 22 25 سنة، حاجة في الحدود ديت. مهم تم القبض على 5 وراحوا المحكمة، وللأسف الشديد المحكمة أمرت إن هم يفرج عنهم بدون كفالة. الحقيقة كل اللي انتوا سمعتوه ده جزء صغير جدا من الحقيقة المؤلمة اللي بتحياها أمريكا اليومين دول. الحقيقة إن هناك قوتين، أو بما يعني بالبلدي كده مجموعتين من الأفراد بيتخانقوا، حاكم تكساس والرئيس بايدن. وسمعت ما بين، لأني قاعد على النشرات بقالي فترة الحقيقة كام يوم، وسمعت ما بين الكلام كلمة أجندة. ولقيت ان بعض المحللين بيقولوا ان امريكا بتدفع ملايين الدولارات كل سنة للامم المتحدة عشان خاطر اللاجئين دول، وبيتم صرف المبالغ دي عن طريق الامم المتحدة لادخال اللاجئين الى الولايات المتحدة. اللي نتج عنه من يوم ما دخل بايدن لغاية النهاردة حوالي 8 مليون، بس دول مسجلين، لان اكيد ناس كتير جدا هربت ما يعرفوش عنهم اي حاجة خالص. وده ادى الى تكدس كل الولايات الامريكية. احنا لما بنتكلم على جودة الحياة بنتكلم على ايه؟ بنتكلم على صحة عالية، تعليم عالي، يعني خدمة عالية في كل مكان بتروحه في امريكا، في خدمة عالية في كل حاجة. الهاي كاستمر سيرفيس هو ما يميز امريكا، من اول قطاع الطب، لانهم بيعتبروه برضه كاستمر سيرفيس. ازاي الممرضه بتقابلك، ازاي بتبتسم في وشك، ازاي بتدخلك، ازاي بتكلمك، ازاي بتطبطب عليك وانت تعبان، ازاي بتغطيك وتحط كده، تفرد البطانيه لغايه رقبتك كده وتطبطب عليك لما بتكون تعبان تصعب عليها. هذه هي معايير جودة الحياة في أمريكا. تعليم عالي، ملاعب لا ليها أول ولا آخر، مش لاقي حد يلعب فيها، جودة الرياضة عالية جدا، جودة الحياة عالية، تخش مطعم تاكل جودة عالية، وهكذا.
النهارده بعد دخول 9 مليون وهو او 8 مليون ايا كان الرقم يعني، هم بيقولوا ده يساوي ولايه، يعني عدد ولايه. نيويورك اكتر الناس اللي تضررت من هذا الموضوع، تكساس شرحه، يعني محدش عارف لمصلحه مين الكلام ده بيتم. ولكن ما بين السطور ان اداره بايدن بتخلي الناس دول تخش عشان يعمل قاعده عريضة جدا لحزبه عشان يتم انتخابه مرة تانية، مش هو يعني الحزب بتاعه. فهو الموضوع كله سياسي، الموضوع كله مكاسب شخصية أو حزبية على حساب جودة الحياة في أمريكا، أو على حساب أمريكا، على حساب الولايات المتحدة، إن دافعي الضرائب والناس اللي هي بتتعب جدا 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 في القرش إنها تكسبه، هذه الأموال الغالية بتروح في خطة كل هدفها هو انتخاب الحزب مرة تانية. وده هيجرنا بقى ان الولاء، فين الولاء في الكلام دوت؟ مفيش اي ولاء، الولاء للحزب وليس للدولة. جودة الحياة انخفضت النهاردة. لما يعني بتقارن يوم ما جيت بالنهارده هتلاقي في انحدار بشع في كل حاجه. انحدار يعني حتى في المستشفيات لما بتروح النهارده هتلاقي حتى طريقه المعامله وطريقه الكلام اختلفت عن سنين فاتت طويله، لان الاعداد كانت اقل وكانت الخدمه عاليه جدا جدا جدا. النهارده الموضوع اختلف، اي حد هيقول كده يبقى غلطان، يبقى ما شافش. امريكا رايحه فين معرفش، بس لغايه دلوقتي هنتكلم في مواضيع سياسية. تعالوا بقى نشوف المصيبة، تعالوا نشوف الفيديو دوت ونرجع نتكلم تاني. فيديو صادم جدا جدا جدا. Police say what started off as a peaceful effort to disperse a disorderly crowd descended into chaos January 27th. Surveillance video taken in front of a migrant shelter at 220 West 42nd Street shows police apparently trying to take someone into custody. At that point, police say the officers were attacked by a group of men. Two witnesses who didn't want to be identified told us they had no idea what triggered the assault. They say they quickly ran away because they feared for their own safety. ايه اللي بيحصل ده؟ العيال اللي جايه دي عيال عديمة التربية، عديمة الأهل، متربين في شوارع. أنا بتكلم على الأغلبية، كل الناس اللي جاية من أمريكا الجنوبية أفراد عصابات. كمية المخدرات اللي دخلت أمريكا بشعة جدا جدا جدا. أي حد يعني من حتى البنات والستات بقت تعرف ريحة المواد المخدرة اللي هم بيستعملوها لما بيخشوا أي محل، حاول نشم الريحة، وبتعرف قد ايه انحدرت الاخلاقيات وقد ايه كميه المخدرات اللي دخلت في الفتره الاخيره. شيء بشع. الناس اللي بتتعامل مع الجمهور او بتتعامل مع في المحلات اللي هي الريتيل، اللي هي لو انت شغال كاشير ولا شغال بتحتك بالناس دولت، طبعا هتشم الريحه دي وهتدوق، هتشمها. كميه الالفاظ، كميه قله الادب اللي انتوا شفتوه مع ضباط البوليس دوت بيحصل مع كل الموظفين اللي شغالين في اي مكان بيقدم خدمه. بيعتدوا عليهم بالالفاظ وبيشتموهم وبيضربوهم وبيسرقوا عينك وبيطلعوا بالحاجه. شيء بشع، انحدار بشع. امريكا بدات تبقى عامله زي ما كده، يعني حاجه مفتوحه بتدخل قاذورات ليها، لا يعرفوا لهم جايين منين، ولا يعرفوا هم اساميهم ايه، ولا يعرفوا. في ناس كتير هربت منهم ما يعرفوش عنهم اي حاجه يعني. لدرجه ان هو بيضرب ضابط بوليس، وبعدين اللي ضرب ركله في ظهر الضابط ده عيل بلا قلب يعني. ما فيش اي تربيه، ما فيش اي ثقافه، ما فيش اي تعليم، ما فيش اي حاجه. هتكلمني عن جوده التعليم؟ ما فيش جوده تعليم. يعني ده هيقعد ازاي جنب واحد تاني يتعلم جنبه؟ ولا هيعلمه ايه؟ وده هيروح للمواطن الامريكي اللي هو مولود وعاش هنا، هياخد فلوس نمره واحد، لانهم لازم يدوله. اولا مشوا ناس كتير من المدارس وقعدوهم شيلترز، الجيمات بتاعت المدارس قعدوهم فيها. بياخدوا اكل ببلاش، بياخدوا فنادق، في فنادق كتير خصصت للاجئين دولت. ناس كتير يعني متاثره جدا بالموضوع دوت، ان الحياه بتنحدر في امريكا لقرار خاطئ كلف 9 مليون لاجئ ولا 8 مليون لاجئ دخلوا بلا حق.
هيحصل تدني في الاخلاقيات. ده احنا شايفينه يعني بقالنا فتره. كل اللي شغال وبيحتك بالناس ديت عارف كميه الاباحيه وكميه التهكم والتهجم وكميه الالفاظ البشعه اللي بتتشتم بيها وانت واقف شغال وما تقدرش تفتح بقك، لانك انت بيستغلوا الهاي كاستمر سيرفيس وعارفين ان انت مش هتقدر تفتح بقك. يوم ما تفتح بقك هتتكرش، هيقول لك بره ما تجيش هنا تاني. فبيستغلوا ده كله، وهو ما عندوش حاجه يبكي عليها. اللي يخليه بيضرب ضابط بوليس يبقى هيبكي على ايه يعني؟ هو اصلا مغيب مش فاهم يعني، وعايش عافيه، وعارف، هو عارف كويس قوي ان هو بينط من فوق السور ولا بيعدي، وعارف كويس قوي القانون الامريكي اللي هو هيحميه وهيديله. والمظالم في هذا الموضوع هم دافعي الضرائب اللي هيدفعوا خدمه، هيدفعوا مقابل خدمه ستؤدي الى انحدار جودة الحياة في أمريكا. وده كلام ما فيهوش نقاش يعني. السنوات القادمة هتشهد انحدار في الأخلاقيات في التعامل لا يتخيله عقل. أنا قبل كده عملت يعني اتكلمت عن كتاب مهم جدا ما حدش شافه، يمكن جاب 300-400 مشاهدة، ولكن من كام سنة عمله، يمكن من 3 سنين ولا حاجة. النهاردة كل الكتاب ده اللي أنا قريته بيتحقق حتة. هحاول أسيبه لكم مش عارف هنا ولا هنا، شوفوه، مهم قوي. والكلام اللي بقوله النهارده برضو يعني ما اعرفش 2 3 4 5 هتشوفوا الوضع وطريقه الحياه وانحدار المستوى اللي حصل من دخول العصابات ودخول اطفال الشوارع ودخول المجرمين ودخول ناس ليس لها يعني. انت بتدخل ناس غير متعلمه في بلد بالمنظر دوت، دخلوا هيغوصوا في وسط الناس وهيتعاملوا ازاي، يشتروا ازاي، يشربوا ازاي. ده هم بيضربوا البوليس من دلوقتي. ده هو لسه لا معاه ورق ولا معاه اي حاجه، وقاعد واكل شارب نايم في ملجأ وبيعمل كده. طب لما ياخد الورق ويبدا يبقى وضعه مقنن هيعمل ايه في ضباط البوليس؟ يعني بتتكلم في ايه يعني؟ مش عارف يعني. 8 مليون واحد يعني يمكن اكتر من عدد الجيش الامريكي ولا عدد افراد البوليس في امريكا. شيء بشع. لغايه هنا برضو اوكي. تعال نشوف بقى الفيديو ده الاكثر صدمه بالنسبه لي. شيء بشع اللي حصل دوت، تصديق على كلامي، بس لازم تشوفوه. مهم قوي قوي قوي. They assaulted. It's the message to the other New Yorkers as they walk free with no bail. It's the message to all Americans as they go back to the shelters that we paid for. Yeah, who are these people? I mean, look at this guy. This is stomach churning. Who are you? Where did you come from? What is your history? Because clearly you didn't come here pursuing the American dream. You came here to flip a bird after beating up a police officer. And according to Marco Rubio, likely going back to a taxpayer facility. Now, as we think about the number on the terror watch list who have crossed our border, MS-13 who have crossed our border, we don't know who these guys are. We don't know their specific background, but we do know it's a fact that people of that nature. للأسف الشديد اللي انتوا شفتوه ده حقيقة. للأسف الشديد الولاد دول طلعوا بلا كفالة. والعيال دول ما ترحلوش. العيال دول طالعين، انا طبعا مش عارف اقول الكلام ده ازاي بالعربي ولا حتى بالانجليزي، لكن اللي هم بيعملوه بايديهم دوت، واللي عمال يبوس الناس ويتهكم، ده بيتهكم ويعني بيعمل الحركه اللي بايده ديت لمين؟ من اول رئيس الولايات لغايه اصغر ضابط بوليس. العيال دي بتنتظر منهم ايه؟ وكلهم اغلبهم يعني اغلب الناس اللي داخلين بهذا المنظر احنا شغالين هنا وعارفين، وانا عارف اللي انا بقوله لكم دوت. تدني في الاخلاقيات بشع. العيال دي هتنتظر منها يبقى مواطن امريكي شكله ايه؟ بيشتغل؟ مش هيشتغل اصلا. هم ما بيشتغلوش، هم قاعدين بياخدوا، عايشين على المعونات وعلى حاجات تانية كتير. انا خايف اتكلم الفيديو يتوقف من اليوتيوب، فانا بس عايز الفيديو يوصل لناس كتير عشان تفهم الوضع. اللي يعمل كده بايده ده ياخد بصبعه ولا بايده ده ممكن تاخد منه ايه؟ الولد ده لا هيشتغل ولا عمره هيقدم حاجه ولا عمره هيتعلم، ولا بتلاقي منهم دكتور ولا تلاقي منهم مهندس ولا تلاقي منهم محاسب ولا تلاقي منهم محامي ولا اي حاجه. العيال ديت ماشيه البنطلون نازل تحت الاندروير بتاعه وواسع، ويجي هنا يقلد ويلبس الهودي وهو عايز كده، وعايش حياته كده، ما يعرفش حاجه كده، ما بيفهمش حاجه غير كده. وتفضل الحكومه الامريكيه تصرف عليهم من البدايه للنهايه، وطبعا تصرفاتهم الخاطئه وتؤدي الى مرضهم السريع، وتصرف عليهم تاني لما يكبروا ويعيوا ويبقى عندهم امراض مزمنه فتبدا برضو تأدمن عليهم. فالموضوع كله رايح الى
تدهور بشع في يعني جودة الحياة في أمريكا. لا توجد بلد في العالم أيا كان نوعها أو شكلها أو ضعفها تسمح بدخول المهاجرين غير الشرعيين بهذا المنظر. ما شفتش. ولا حتى قبرص اللي محاطة بالمية من كل حتة، دولة صغيرة عدد سكانها لما زرتها من كام سنة كان حوالي 750 ألف، بيدخل لهم حوالي 2 مليون سائح في السنة. كل مشكلتهم كانت في الناس اللي عايزة تشتغل بدون ورق. البوليس ما عندوش مشكلة تانية، الناس لا بتسرق ولا بتقتل ولا أي حاجة ولا أي حاجة. ما عندهمش مشكلة إن غير إن هم يجروا ورا أي حد يكسر الفيزا بتاعته أو أي حد يشتغل بدون تصريح عمل في جزيرة قد كده. دي مشكلة البوليس كلها، وكان في منتهى الصرامة ومنتهى الحزم إن هو يرحل أي حد يكسر الفيزا ولو حتى ساعة واحدة. لكن دولة عظمى زي ديت سايبة، ما يعني ما تعرفش لما تقعد تفكر كده ما تعرفش ده لمصلحة مين. هي المشكلة في الناس المحترمة اللي عايزة تيجي وتعيش وتاكل عيش وتشتغل وتجتهد، وكل يوم يتعرضوا للمهانة والذل من هذه الشرذمة من الناس غير المثقفة وغير المتعلمة. كارثة يعني محققة وليس لها رجعة. لما تشوفوا المذيعين والمذيعات والمحللين السياسيين اللي انا طول النهار بتفرج عليهم وسلك حتى القضاء لما بيستضيفوا حد والمحامين لما بيستضيفوا حد بيتكلموا بشكل بشع، مش مصدقين عينيهم، مش مصدقين ان بيقولوا حتى دول لا يمكن يطلق عليهم لفظ آدميين لانهم مش بني ادمين. اللي هو ممكن يضرب حد بالمنظر دوت او يركله بهذه الطريقة التي بلا رحمة. لما يكبر شوية ويتمكن ممكن يعمل ايه وكيف ينضم الى الشعب الامريكي. الناس اللي هي بتقول حرام ده سيبهم حرام عليكم، لكن حرام عليكم ايه اذا كانوا بيعملوا كده وبيتصرفوا بالمنظر دوت. كل الدنيا لما بتروح اي دولة وفيها ناس لاجئين بتلاقيهم لحد ما يعني عايزين ياكلوا عيش ويعيشوا ويعيشوا كده جنب الحيطة لغاية ما هم ياخدوا الورق وربنا يستر عليهم ويربوا عيالهم. إلا هذه البلد الناس اللي جت بالمنظر دوت ناس غير طبيعية، ناس عدائيين لم يتعلموا أي تراديشن أيا كان نوعها، ما يعرفوش أي حاجة في أي حاجة. يعني لا بيعرف ياكل ازاي ولا يعرف يلبس ازاي ولا يعرف يتكلم ازاي ولا يعرف يحترم الكبير ولا اي حاجه. مفيش اي اخلاقيات ايا كان نوعها غير موجوده. ده اللي انا شفته وده اللي انا لبسته بعيدا عن العواطف. ولكن معرفش السنين اللي جايه هتحمل ايه، ولكن واضح من الصوره ان ستنحدر جوده الحياه في امريكا. اشكركم والقاكم الحلقه القادمه ان شاء الله.